كله يا جماعة من عظمة هذا القرآن الذي يخاطب الله تعالى به القلوب والأبدان. هذا الكتاب لو أنزله الله على جبل أصم حجر لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فما بالك لما ينزل على لحم ودم. هذا القرآن لا يزال كثير من الناس يدخلون في الإسلام بسبب آيات سمعوها من هذا القرآن، ربما سمعوها حتى عبر انترنت أو غيره ويدخلون في الإسلام، وربما اقتنعوا عبر ما يسمى بالإعجاز العلمي. وأذكر أني قبل 3 أو 4 أشهر ذهبت إلى اليمن وقابلت الشيخ الدكتور عبد المجيد الزنداني. الشيخ الزنداني من أقدم من عرف بالعناية بما يتعلق بالإعجاز العلمي في القرآن وبعض التجارب العلمية إلى غير ذلك. فقلت للشيخ، تكلمت معه عن القرآن ثم سألته، قلت يا شيخ هل تذكر أن أحدا دخل في الإسلام بناء فقط على آيات قرأت عليه أو إعجاز علمي شرح له؟ قال كثير. قلت أعطني حادثة أو حادثتين. فقال مرة كنا في مؤتمر في جدة، يقول هذا المؤتمر من قرابة أظن قال لي 25 سنة أو نحو ذلك، قديم. يقول المؤتمر عن الأحياء وبعض الاكتشافات الجديدة في علم الأحياء، فكان من ضمن الحاضرين بروفيسور أمريكي أو ألماني نسيت أنا، الشك مني. يقول فحضر وكان عنده اكتشاف أن الأعصاب التي تنقل الإحساس إلى الدماغ موجودة في الجلد، بحيث أنك لو خدرت الجلد ما يحتاج تخدر ما تحته إلى آخر، بحث علمي يعني عندهم. يقول فلما قال هذا الكلام طبعا وأخذ يدلل بأنك لما تأخذ الإبرة وتخز بها في جسدك تجد أنك تشعر بألم الوخز لكن ما تشعر بألم ما بعده، خلاص لأن المنطقة التي فيها الأعصاب فقط في الجلد. يقول فلما قال هالكلام قمت قلت يا بروفيسور، قال نعم. قلت هذا الكلام نحن نعرفه من أكثر من 1400 سنة. قال هذا اكتشاف حديث مبني على تجارب ومايكروسكوبات، كيف تعرفه؟ هذا لا يمكن تعرفه ولا قبل 30 أو 40 سنة، هذا اكتشاف حديث وأنا سجلت به براءة اكتشاف واختراع. قلت هذا الاكتشاف نحن نعرفه من زمان. قال كيف؟ قال فقرأت عليه الآية إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، يعني نحرقهم بالنار، الله يعافينا وإياكم من النار. سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. لماذا؟ ليذوقوا العذاب. يعني لو ما يبدل الله جلودهم بجلود أخرى ما ذاقوا العذاب، لأن الإحساس احترق خلاص، الأعصاب تعطلت. فالله تعالى كلما تعطلت الأعصاب التي تنقل الإحساس بدلهم أعصاب جديدة، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. ليش؟ ليذوقوا العذاب. يقول لما قرأت عليه الآية وترجمتها له وأن الآية تثبت أن مراكز الإحساس موجودة في الجلد ليست موجودة في العظم أو فيما تحته تعجب. يقول وهو على منصة بدأ يسأل، قال ترجمته صحيحة؟ يسأل أطباء قالوا نعم ترجمته صحيحة. يقول فاستغرب سكت. يقول فرأيته بعد ما نزل يسأل ممرضات، يقول تتكلمي عربي؟ فتقول نعم. فيقول بالله ترجمي لي الكلام هذا، فتترجمه له بالمعلومات التي عندها وهي أصلا بريطانية أو فلبينية. يقول فتعجب أن الجميع اتفقوا أن هذه الترجمة. قال هذا مش معقول، أعطني الترجمة. قال فأعطيته المصحف كامل مترجم. قال فجاءني الرجل بعد سنة في المؤتمر الذي بعده وقد دخل في الإسلام وقد أسلم على يده 500 شخص كله تأثرا بهذه الآية. And you wonder how far you can go. Every step on that road that you take, Allah knows.